إحنا دلوقتي دخلنا مرحلة جديدة في الوطن العربي، مرحلة إنك تصحى من النوم تبص على التليفون تشوف الساعة والإشعارات والجنسية، شوف أنت لسه كويتي ولا لأ. ازيكم يا جماعة، رجعنا لكم تاني بفيديو جديد بعيدا عن فيديوهات الكورة. بطولة أفريقيا خلصت وإحنا بقينا لا شغلة ولا مشغلة، مش لاقيين أي نحتاية نتكلم عنها ولا أي حاجة، لحد ما لقيت موضوع سحب الجنسيات في الكويت. مش موضوع جديد، لكن الموضوع زاد قوي الفترة الأخيرة. في 70,000 كويتي اتسحبت منهم الجنسية، و70,000 ده رقم كبير، يعني الكويت كلها 5 مليون تقريبا، ف70,000 دول يعني حبة حلوين. الجنسيات بتتسحب من اي حد ايا كان هو مين بمرسوم اميري غير قابل للنقد. يعني سفير الكويت في لندن بدر العوضي اتسحبت منه هو هناك. يعني تخيل الراجل يبقى قاعد في السفاره تجي له مكالمه تليفون، مش يتقال له انت ما بقتش سفير، لا ده يتقال له انت ما بقتش كويتي اطلع بره السفاره انت خلاص. وشخصيات تانية مهمه اتسحبت منهم الجنسيه زي الدكتور طارق سويدان وضابط جيش في الخدمه وشخصيات عامه ونواب. سعيد أردغانة ومسامة منفاخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانة وزوفي وليلة جامدة أوي سعادتك. يعني انت ممكن تكون لابس بدله وبتحيي العلم والعلم يقول لك استنى انت مين. وهي الكويت نفسها عندها كام سنه اصلا؟ يعني دوله الكويت الحديثه اتاسست واستقلت 19 يونيو 1961، يعني في ناس من اللي اتسحبت منها جنسيه اكبر من الكويت اصلا. طيب الموضوع ده بدا ازاي اصلا وليه؟ بص يا سيدي، تخيل بلد تلتينها مش من اهل البلد نفسها، وتلت البلد بس هم اللي من السكان الاصليين، واغلب التلتين دول اخدوها بالواسطه، لا بالواسطه بجد، او بالشهاده الزور. يعني واحد جه في الستينات زمان حلف وقال انا كويتي وخد الجنسيه، وجاب ناس قال دول اخواتي وخدوا جنسيه هم كمان. طب الموضوع ده اتعمل ازاي في الورق الرسمي؟ انا بتكلم على تسجيل الجنسيات كورق حكومي مش انساب خالص. يعني الناس بتسجل على اسامي ناس وهم مش قرايب لمجرد ان هم ياخدوا الجنسيه. بص يا سيدي القصه دي، واحد مثلا مواليد 1928 جه سنه 1965 راح الكويت قال انا كويتي وابويا اسمه كذا وجاب شهاده شيوخ على انه كويتي وخد الجنسيه. وبعدين بعد ما خد الجنسيه راح شهد ان هو ليه 3 اخوات و7 عيال وكلهم مولودين قبل 1965 وخدوا الجنسيه، وفي الاخر طلعوا كلهم ولا اخوات ولا كويته، يعني في واحد فيهم خال واحد ومتسجل على انه اخوه. المهم ال7 عيال دول راحوا بعد كده دخلوا ناس تانية اللي هو ابن عمي وابن خالي، حاجه كده زي التسويق الشبكي. عشان الشجره تكبر وتطرح هنجيب المدام بتاعت حضرتك تحت ايمن. ايه يا استاذ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب خلاص بلاش، احنا نجيب المدام تحت شريف والابوره الصغيره تحت ايمن. ندى بنتي. في واحد مسجل باسمه 87 عيل وواحد مسجل باسمه 82 عيل. جت الكويت قالت لك امشي يلا مش عايزين عيال هنا. يلا يلا منك ليه مش عايزين عيال هنا. يعني العيله عامله بلاك فرايداي. في واحد تاني مواليد الثلاثينات متسجل على اسمه 1200 واحد، منهم 978 مزور. الراجل نفسه متجوز 6 ومخلف 46 عيل، مش عارف دول عياله ولا كروموسوماته. واللي بحكيه لك ده كله حصل فعلا مش افيه. كل ده اتكشف ازاي؟ بالبصمه الوراثيه عن طريق الدي ان ايه. امشي أنا امشي غور امشي يا ابني. فاكرين الراجل اللي كان مواليد 1928 وليه اخوات وعيال وشهد؟ ده اصلا ما كانش حقيقي، ده كان تزوير. يعني كل ده كان تزوير عشان الناس تاخد الجنسيه. ده مثال على التزوير العنقودي اللي حصل في الكويت بعد الاستقلال سنه 1961 بسبب عدم التحقق الكفايه في تعريف الكويتي في القانون، بالاضافه طبعا للامتيازات اللي اتضافت للكويت وقتها من سكن ورواتب ومناصب. فاللي بيحصل دلوقتي ده من سحب جنسيات من وجهه نظرهم مش ظلم، ده تصحيح اخطاء قديمه حصلت وخلت ناس مش من اهل البلد تاخد امتيازات مش من حقهم. فالبلد فجاه فاقت وقالت لك لا راستر الراوتر واسحب لي كل الجنسيات دي. لكن برضو من وجهه نظر الناس اللي اتسحبت منهم الجنسيات، هم ايه ذنبهم في غلطه هم ما عملوهاش؟ ده اجدادهم اللي عملوها. هم برضو زي ما استفادوا اكيد فادوا البلد. يعني واحد بعد ما اتعلم وكبر واشتغل وافنى عمره في البلد دي ووقف طوابير وطلع ختم ورقه من قبل انشراح الكويتيه في الثاني ونزل لاستاذ سيد الكويتي في الارض لقى المكتب مقفول عشان جاله عقد عمل في الكويت مثلا. لا دي ما تنفعش دي. القصد الناس دي كمان قدمت للبلد، ازاي تسحب منهم الجنسيه بالسهوله دي؟ ده مش فقدان جنسيه، ده فقدان شامل للهويه. يعني انت ممكن تنام وتصحى تلاقي نفسك مش كويتي، امك مش امك، ابوك خالك اخوك غريب، الغريب اعمى. ايه؟ وين الشخص الكويتي اللي اتسحبت منه الجنسيه ده لو معهوش جنسيه تانية؟ فهو دلوقتي بقى ايه موقفه؟ يعني كده بقى ملط على الابيض ولا لاجئ ولا ده هياخد ايصال يمشي نفسه بيه ولا ايه وضعه؟ انا بصراحه مش عارف. غير بقى منظرك وسط الناس، يعني تخيل بقى تبقى ماشي من غير جنسيه وبعدين تشوف بقى اللي اتسحب منه جنسيته النهارده بكره يتسحب منه ايه. المهم لو العالم كله مشي بالنظام ده فالهنود الحمر ممكن يمسكوا ترامب يعبطوه مثلا. فالخلاصه انت في زمن الهويه فيه مش ثابته، انت ممكن تكون مواطن او مقيم او مزور على حسب اخر ابديت للحكومه بتاعتك. امن لي على الجنسيه المصريه يا نصر والنبي. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.